كبيرة. نعم، ونرجو أيضا أن يتسع صدره ونحصل منه على رد الآن على الكثير من النقاط التي ذكرت دكتورة هالة. دكتور عبد المنعم. ايوه نعم. هو حضرتك مسألة الدولة الدينية دكتورة هالة والإخوة المستمعين دي غير مطروحة. لا أحد يطرح إقامة لا دولة ثيوقراطية ولا دينية، ولا الإسلام يوافق على أي دولة دينية بأي حال من الأحوال. الدولة الدينية دي حاجة كانت في التاريخ في العصور الوسطى، ودي الدولة التي تحكم بحق الإله، ودي مسألة مرفوضة حتى من وجهة نظر الإسلام، وهي مسألة غير بشرية وغير إنسانية، وبالتالي ليست مطروحة ولا نقطة تخوف حقيقية موجودة إلا إذا كان سببها أحيانا هو سوء الفهم. الحريات المدنية والشخصية احنا في كل برامجنا واضحين في هذا الموقف ان مصدر السلطة الحقيقية والتشريع سواء القانون او الدستور هو الشعب، بغض النظر عن المرجعية بتاعت هذا الشعب. القول بان الشعب المصري ليس له، الشعب المصري له مرجعية الان في بما بدستور وبقانون وبحالته الحقيقية الان، نظامه السياسي مرجعيته. حينما ينص في المادة الثانية من الدستور على ان مبادئ الشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع، هذه مرجعية للشعب المصري ارتضاها في دستوره. ومع ذلك نحن لا نفرض لا انا لا اوافق، ونحن كاخوان مسلمين على فرض اي مرجعية حتى لو كانت اسلامية على الشعب المصري. نترك الشعب يختار ما شاء من مرجعيات، ونترك الشعب يختار ما شاء من نعم، لكن الدكتور هالة تتحدث عن غموض في موقفكم من بعض القضايا مثل المرأة والأقباط وغيرها. موقفنا هذا اعلناه كثيرا، واصبح تكرار الحديث فيه الحقيقة اخشى ان يكون مملا. موقفنا من المرأة ومن الاقباط ومن الاقليات، احنا قلنا قاعدة المواطنة هي اساس الحقوق والواجبات دون تفرقة بين المواطنين بسبب العرق او الجنس او الدين او الفكر السياسي. اذا كانت الدكتورة هالة اشارت الى انه مش مسموح بحزب علماني، اذا كان ده مش مسموح في النظام المصري الحالي، لكنني لا ارى كاخوان مسلمين اي مانع من ان يكون هناك في مصر حزب شيوعي وحزب علماني وكل الاحزاب، كل صاحب فكرة اذ لم يطلقها ويعبر عنها من خلال تنظيمه ومنظمته وافكاره واراءه ويناقش الناس ويضيف اليها ويقسمه، لن يكون هناك حريات حقيقية. انا ضد ان يكون الحرية لفصيل دون فصيل، حتى لو كانت الحرية للفصيل الاسلامي. الحرية يجب ان تكون للجميع ولكافة الافكار والاراء، ما داموا يستخدمون وسيلة العمل السلمي، وما داموا لا يقهرون مجتمعاتهم بشكل مادي او معنوي على افكارهم. نعم، يعني نعود مرة اخرى دكتور عبد المنعم لمسألة التمثيل، يعني وكما قالت الدكتورة هالة فالكثير من التيارات السياسية